ولد الفنان الشاب الراحل ضرغام حسين الحلفي بتاريخ 1/7/1992. ولد في مدينة النجف الأشرف، درس وتعلم فيها، وبعد تخرجه من المتوسطة دخل معهد الفنون الجميلة في النجف الأشرف عام 2010، وكان من ضمن دفعة الازدهار والتطور، الدفعة الأولى للمعهد. وفي المرحلة الرابعة بعد نصف السنة كتب القدر رحلة لا عودة في تاريخ 26/3/2015 إثر حادث مؤسف. أعتقد يعني كانت علاقتي مو كأنما أم وولدها، لا، وإنما صديق وصديق. كان كل يحكي لي أسراره دائما، وكنت أسدي إلى النصيحة. بعض الأحيان كان يأخذ بيها وبعض الأحيان لا، فما كنت يعني أحس بي ابني، أحس بي صديقي، أحس بي هيك أخوي. علاقتي بضرغام كعلاقة أي أب لابنه، وكنت حريصا عليه لأنه ابني الوحيد، وكان يطمح بالسفر إلى الخارج ويكون من أحد كبار الفنانين أو النجوم الفنانين، وكنت أتمنى أن يحقق أحلامه. الحقيقة كان من الطلاب الذين يرمون أن يصلوا إلى مرادهم في مجال الفن السينمائي، ولكن شاء القدر أن يقف عند مرحلة معينة، وهي المرحلة الرابعة في قسم السمعية والمرئية فرع الإخراج. الطموح لا يموت بموت صاحبه، وإنما هناك من زملائه الذين سيواصلون المسيرة والدرب نفس مسيرة المرحوم ضرغام. وكان يعني عنده طموح كلش قوي، على قولتهم مثلا طموح واسع، وكنت أتمنى أن يتزوج، وكان حلمي أن يتزوج وأرى أطفاله، لكن وافاه الأجل وتوفي بحادث مؤسف بانقلاب سيارة. فعندما انفقد يعني انفقد كل شيء بحياتي، يمكن بعد ما عندي لذة بحياتي أو طعم، فإنما عايشة يعني كأنما ميتة بس أتنفسك. بس استلهمت الصبر من الإمام الحسين، من السيدة زينب عليه السلام، من أم علي الأكبر عليه السلام. يا غائبين بكى الزمان لبعدكم، فهل لنا بعد الغياب لقاء؟ اشتقنا لكم يا ليتنا لم نفترق، فالبعد فيه مذلة وشقاء. عهدا عهدا سنبقى في ذكركم، وعهد الحر يتبعه الوفاء. يعني أيس من الحياة حقيقة، يعني هو الوحيد بعد، تعرف هو انقطع النسل، بعد شنو شعوري؟ يعني مأيس بالحياة حقيقة، يعني وكأنما لم أعيش عن بالحياة حقيقة، يعني من راح هو بعد هيك. بس نيالك عندك هيك جماعة. احنا خسرناك مو انت. ما أدري ليش لحسه موجود، ما أدري. ويمكن قبل ما يموت بساعة دز رسالة الواحد من أصدقائنا يقول له عود اذكرنا. نتذكرك احنا. نتذكرك ما ناسيك والله. أصدقاء حقيقة، يعني ما كنت أتوقع، يعني حقيقة ما كنت أتوقع هالشكل. والله الكلمة اندهشت، وجهشت أنا بالبكاء وياهم حقيقة. يعني قلت يعني اللهم ربي يحفظهم ويخليهم على وفائهم ومشاعرهم الجياشة. والله الكريم يعني ما كنت أتوقع أبد هالشكل. يعني عند أخوة وطلبة ما قصروا وقاموا بالواجب عن حقيقة.
was an exceptional person. He had a special personality. He was dreamy, pure, and peaceful. He always dreamed of becoming a Hollywood star, but sadly, he was taken too soon from us, from this world that he loved, through the cruelty that surrounded him. Me, as a close friend of him, was always by his side, supported him and helped him through his struggles as the other friends did. المرحوم ضرغام كانت لديه كثير من الأمنيات، أمنيات يعني ليست بالمعقدة ولا الصعبة. تمنى أن يكون ذاك الفنان المبدع المتألق الواعد، وصراحة أنا كنت أرى فيه تلك الصفات المجتمعة، أنه يرتقي هذه الأحلام البسيطة، وفعلا سعى جاهدا أنه ينتج الأعمال، وإن كانت هي في ظنه أنه بسيطة إلا أنها كانت كبيرة، حيث كان يمتلك روح الوطنية العالية، حيث ساهم بإنجاز أهم منتج عمل له هو سبوت الانتخابات. آخر ساعات قضيتها معه عندما درسنا في المرحلة الرابعة، كان آنذاك أدرس التمني والترجي، وسألته وداعبته فقلت له آتيني بمثال للترجي، ولكن وكأن يد السماء أنطقت على شفتيه وقال ليتني أتخرج من المعهد. وقلت له ولدي هذا نوع من التمني وليس الترجي. فقال يا أستاذ والله إني أتمنى أن أتخرج من المعهد. يعني الله طاني صبر، ما مثل ما يقول ضربت السائق او هسرت عليه مثلا او تجسرت عليه، الله طاني صبر. هو هم الرجل عن شهاده وياه مثل ما يقول ويا جماعه، وديناه الى المستشفى، مستشفى كفل، من بعدها للطب العدليه، ومن بعدها زورناه العفو الى المغتسل في كربلاء، من بعد مثل ما يقول زورناه الحسين عليه السلام وابو الفضل عباس، وجينا بين النجف وندفن هناك. بس خو تبقى الأم أم تبقى، يعني ما حد يعرف مشاعرها إلا الأم اللي فاقدة ابن، مو ابن واحد، هو قلت لك بمنزلة 3 أولادي وهو الرابع. فكان ضرغام بالنسبة إلي يعني مو فد أمل، فد حلم اللي 25 سنة ما محققته، ويمكن بعد لعله بعد هذه السنين قلت يمكن راح يحققه، بس بعد القدر سبقني. وانا قلبي عليك ما
حالما ودعت أهل الأرض بابتسامتك المعهودة، وجن ليلك تحت الثرى، فجن قلبي لفراقك يا ضرغام. رحلت وفي خاطرك جبال من الأحلام والأمنيات، لم يدع لها الموت محققا. ولدت حلما وعشت حالما، وقضيت بين ركام الأحلام، فهل يستمر الحلم؟ ستبقى في قلوبنا يا فنان. You will always stay in our hearts, artist. ستبقى في قلوبنا يا فنان. ستبقى في قلوبنا يا فنان. ستبقى في قلوبنا يا فنان. وأتمنى من إدارة معهد الفنون الجميلة أن يمنح شهادة فخرية في تخرجه في نهاية السنة مع الدفعة الأولى لقسم السمعية المرئية فرع الإخراج السينمائي. قبل أن نبدأ بالفيلم والحديث عن فكرة الفيلم، أود أن أذكر زميلنا وحبيبنا الأخ الفنان الراحل الشاب ضرغام حسين تقي. الموت لا ما يرح سكتة وخذك من عندي، الموت لا ما يرح سكتة وخذك من عندي، والدمع نار ويجوي يظل بخدي، يجوي يظل بخدي، والدمع نار ويجوي يظل بخدي، يجوي يظل بخدي. ناديت رب العرش بفراقك يصبرني، ناديت رب العرش بفراقك يصبرني، بعدك عذاب وتدري البعد يقتلني، البعد يقتلني، بعدك عذاب وتدري البعد يقتلني.